قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في السنة 9 من الهجرة، بعد أن دانت العرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يبق إلا دولة الروم، أقرب الدول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الروم لم يعجبها ما حصل في مؤتة، لأن كرامتها قد جرحت، فأعدت جيشا عظيما لغزو المدينة. جمعت الروم عشرات الآلاف، وتجمع نصارى العرب معهم ليغزو مدينة رسول الله. فسمع النبي بهذا صلى الله عليه وآله وسلم، فاستنفر الناس، ولم يكن من عادته أن يخبرهم أين يتوجه في المعارك إلا في هذه المعركة التي سميت معركة تبوك. في السنة 9 من الهجرة بدأ النفير العام، فتجمع الناس من خارج المدينة كلهم يريد القتال مع رسول الله. جاء الآلاف كلهم يريدون الجهاد مع رسول الله، يريدون الجنة عن طريق الجهاد في سبيل الله. تجمع الناس ولم يدري النبي ماذا يصنع لهم، فالمؤونة والسلاح لا يكفي لهذه الألوف التي جاءت لتقاتل مع رسول الله. وكان بالإضافة إلى هذا قلة المؤونة، كان الجو حارا والحر شديد، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد بعض الناس لأنهم ما يملك شيئا يحملهم عليه، فأخذوا يبكون لأنهم ما خرجوا للجهاد مع رسول الله في غزوة تبوك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فاستنهض رسول الله الهمم، من ينفق، من يتبرع ليجهز الجيش. وكان لعثمان بن عفان قافلة 200 بعير محملة يريد أن يسيرها إلى الشام فأرجعها، وتبرع بها كلها في سبيل الله. ثم جاء ب100 بعير أخرى وتبرع بها محملة، ثم جاء ب1000 دينار ونثرها بين رسول الله. فقال النبي له: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جاء عبد الرحمن بن عوف بأموال كثيرة، وجاء طلحة بأموال، وجاء أبو بكر بماله كله في سبيل الله. قال: يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بنصف ملكه كله، وتسابق الصحابة حتى من لم يجد إلا القليل تمر جاء به، دريهمات جاء بها. هنا بدأ المنافقون يتكلمون فيقولون للأغنياء أنتم مراؤون، وقالوا للفقراء الذين تصدقوا باليسير ماذا يغني هذا المال في هذه المعركة؟ الله غني عنها. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وبدأ المنافقون، قال بعضهم: لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. وجاءوا يتعذرون بأعذار واهية. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، حتى أن قائلهم يقول: لا أريد الخروج. يقول له النبي: ولما؟ قال: أخاف أفتن. بأي شيء تفتن؟
قال أفتنوا ببنات بني الأصفر، يعني بنات الروم، يقولون ائذن لي ولا تفتني. رد الرب عليه فقال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. النبي يرتب الجيش، بلغ الجيش 30,000 لأول مرة. المنافقون ينسحبون، أهل الأعذار معذورون، لم يتخلف من أهل الإيمان إلا 3. أما بقية المنافقين فإنهم جلسوا فرحين لأنهم ما خرجوا للقتال، جلسوا فرحين أنهم ما خرجوا للجهاد. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لم لم يتبعوك؟ ولكن بعدت عليهم الشقة. هكذا كان الجيش يتجهز للسير لمواجهة أعظم دولة في ذلك الزمان، إنها دولة الرومان. انطلق جيش المسلمين إلى تبوك 30,000. خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا على أهله، فحزن الإمام علي، فقد كان بطلا يحب الجهاد في سبيل الله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه أن يسير معهم، فذكره النبي بقصة هارون مع موسى. قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، فإن موسى لما ذهب يكلم ربه خلف هارون على قومه. وانطلق الجيش إلى تبوك. العدد كبير، حتى أن 18 نفرا يتناوبون على البعير الواحد. أصابهم الجوع، أهلكهم العطش، حتى أوراق الأشجار أكلوها رضي الله عنهم، وما فت ذلك من جهدهم وجهادهم، حتى سمي ذلك الجيش جيش العسرة لما أصابهم من العسرة فيه. وصل الجيش في طريقه إلى ديار صالح، ديار أوقع الله عز وجل عليهم عذابا وسخطا، ونزل فيهم لعنة من اللعائن. دخلها الصحابة فوجدوا فيها ماء فأخذوا يشربون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال حتى العجين الذي عجنتموه من هذا الماء فأطعموه للإبل وللدواب ولا تأكلوا منه شيئا. لما؟ لأنها ديار ملعونة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين حتى لا تصيبكم اللعنة، حتى لا تنزل عليكم اللعنة التي نزلت في الأمم الذين من قبلكم. مر الصحابة على هذه الديار وعلى هذه الجبال المنحوتة فتذكروا عذاب الله الذي نزل على قوم صالح. ثم انطلق الجيش مرة أخرى. أخبر النبي الصحابة قبل أن يصلوا إلى تبوك أن فيها ماء، فيها عين فلا تمسوها، لكن 2 من 30,000 سبقوا الجيش الإسلامي ووصلوا إلى البئر وشربوا منها. فقال النبي فيهم ما قال ولامهم على فعلهم. ثم لما وصل الصحابة إلى هذه البئر وإلى هذه الماء، وكانت الماء ضعيفة جدا، كيف تغني جيشا من 30,000 فيه ما فيه من الدواب ومن الإبل ومن الحيوانات والبهائم؟ كيف تغني هذه الماء القليلة هذا الجيش العظيم؟ لكن النبي وضع يديه في هذه الماء ودعا الله عز وجل، فبارك الرب عز وجل في هذا الماء وسقى الجيش كله إنسه وبهائمه حتى رووا. فعسكر النبي في تبوك وقام يخطب في الناس خطبة بليغة تأثر الناس بها ورفع بها الهمم. وإذا بالرومان الذين جهزوا جيشا عرمرما لما سمعوا بجيش الإسلام والمسلمين دب الرعب في قلوبهم، فتفرقت جيوشهم وانسحب من كان يقف مع الرومان وفروا في الوديان وبين الشعاب، فهزم الروم وكفى الله المؤمنين القتال. فعسكر النبي أياما هناك يعلم المسلمين ويذكرهم أحكام دينهم. وجاءت القرى
والقبائل المحيطة برؤسائها يعلنون رضوخهم لدولة الإسلام، حتى من لم يدخل في الإسلام رضخ لرسول الله وأدى الجزية لرسول الله، فعرفت الرومان أن دولة الإسلام قادمة لا محالة. رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من تبوك منتصرين، وكفى الله المؤمنين القتال. في طريق عودته إلى المدينة استغل المنافقون الفرصة وهموا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاتفقت مجموعة من المنافقين أن يأتوا إلى الرسول فيؤذوه، فعلم بالخبر من كان يمشي مع النبي وهو حذيفة رضي الله عنه، فإذا به يسمع بالخبر فضربهم بمحجنه، ضرب الخيول، فقذف الله في قلوبهم الرعب وفروا هاربين. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالذي حصل، فناداهم النبي وسألهم، فحلفوا بالله أنهم ما قالوا هذا الكلام وما هموا بهذا الأمر، ففضحهم الرب عز وجل. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وكذلك في طريق عودته إلى المدينة جاءه المنافقون فقالوا: يا رسول الله، بنوا مسجدا ليشقوا صف المؤمنين ويفرقوا بينهم. المؤمنون الذين بنوا أول مسجد وهو قباء بنوا في مقابله مسجدا آخر سمي مسجد ضرار. قالوا: يا رسول الله، تعال صل فيه، ففضحهم الرب عز وجل. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. بل أمر النبي أصحابه أن يذهبوا إلى هذا المسجد ويهدموه لأنه ما أسس على التقوى. رجع النبي إلى المدينة فاستقبله الناس مهللين مكبرين فرحين، النساء والصبيان يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثم لما دخل النبي المدينة والكل يستقبل أهله وأصحابه ذهب إلى المسجد كعادته فصلى ركعتين وينتظر أهل الأعذار. ما عذرك في التخلف من الغزو؟ جاء المنافقون وكانوا أكثر من 80 رجلا كلهم تخلفوا بلا عذر، دخلوا المسجد يكذبون على الرسول، كل واحد منهم يختلق عذرا ويطلب من النبي الاستغفار. وفعلا كان النبي يستغفر لهم يأخذهم على ظاهرهم. يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. بل لما عفى النبي عنهم عاتبه الرب عز وجل فقال له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، أي حتى يتميز الصف فتعرف المنافق من غيره. هذه غزوة تبوك وما جرى فيها، ونصر الله عباده وهابتهم كل الأمم بعد هذه الغزوة. كان من الذين تخلفوا عن هذه الغزوة 3 لم يكونوا من أهل النفاق: كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة ابن الربيع.
يقول كعب عن قصته في بداية الغزوة، يقول لما دعا النبي الناس للتجهز لهذه الغزوة، يقول لم أكن قط أيسر مني في هذه الغزوة، كنت ميسورا وقد ابتعت ناقتين راحلتين. يقول وكنت قد شهدت كل المشاهد إلا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما